أسعد الله أوقاتكم بكل الحب. أهل اليوتيوب، يوتيوبر يوتيوبرون. آه أنا والله عشان تعبي كتير ده الأيام دي مش عارفة أطلع لايف، لكن طلعت لكم فيديو أهو و... ونتسلى كده طبخاية مع بعض، وعملت فويس أوفر عشان كنت تعبانة ما ينفعش أشتغل وكمان أتكلم. أوكي، يلا حبايبي، أتمنى تتبسطوا بالفيديو. ما تنسوش اللايكات، وما تنسوش إن اللي عاوز يعمل دعم وأنا مش موجودة إنه بيدعم بثانكس أو انتساب للقناة. شكرا، ويلا بينا نشوف هنعمل إيه. يلا بينا ويا حبيباتي، يلا بينا نلوكلوك ونطبخ. إيه رأيكم؟ دلوقتي بقى أنا بفتح البوتاجاز عشان أبتدي طبختي النهاردة خفيفة لطيفة، تعملوها وتتبسطوا ومش هتاخد منكم وقت، للي مكسل واللي مش قادر يعمل حاجة. نفتح البوتاجاز بقى. هبتدي احمص عيش للفتة. انا هعمل فتة عادية خالص ولكن بتكتي انا. اوكي، العيش هحمصه في زيت زيتون علشان ما يبقاش دسم قوي لو سمنة او زبدة. انا هعمل الرز بس هو اللي بالسمنة، غير كده كله بالزبدة بزيت الزيتون. اوكي، يلا بينا بقى نحط العيش ونقعد نقلب. يا اختي قلبي، يا اختي قلبي، يا ولد يا ولد. هو فين العيش بقى؟ طيب، كلمتين كده في لاموري في زوري أحب أحكيهم عن نفسي. أنا طبيعتي يا بنات بدي فرص كتير قوي للقريبين مني، مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وبقول وبتكلم وبنبه وببين استيائي وإني متضايقة وإني كل حاجة. أنا ما بقصدش حد بذاته، أنا بحكي لكم حاجات معينة عشان الكل يحترس من الحكاية دي. فأنا ما بديش فرص، طبيعتي أنا ما بديش فرص، ولكن للي أعرفهم كويس واللي بيني وبينهم عشرة بدي فرص. اوكي، بس كده. انا دايما بقول ايه، كل واحد يحط نفسه في المكان اللي هو عاوزه عندي انا. خلاص، ممكن ما بقاطعش الشخص لكن انا بعمل حدود في العلاقة. مش لازم يعني بقى الحميمية والصداقة والحاجات دي كلها والقرب القوي، لا، خلينا كده من بعيد لبعيد، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. فهمتوا حاجة؟ اه، انا بس حبيت افهم الكلمتين دول علشان انا لما بتغير والمفروض اللي عشاني عارف ده. شفتوا اتحمص ازاي العيش بقى جميل؟ المفروض اللي معاشرني عارف ان انا بيجي وقت وستوب. اوكي، ما احبش هقولها كده ببساطة، اللي هيهملني او اللي اهملني ههمله من غير ولا غلط ولا كلمة. اوكي، واللي يقول لي بحبك وتصرفاته ما تدلش ابدا لا يهمه مصلحتي ولا خلاص، هنيجي نقول ظروف عند بعض البشر. ماشي تمام، قولوا ظروفكم، يبقى في نقطة تواصل ولو كل فين وفين. انما انا مش قاعدة انا لأي حد على مزاجه يجي، اي حد على مزاجه يمشي. لا، انا بقى كمان اللي هيعمل كده هو حر، بس انا كمان هاجي وامشي براحتي بقى، محدش له عندي. اوكي، وانا ما بقفل وانتوا عارفين. دي حكاية كده حبيت احكيها عن نفسي، عشان بناتي يحترسوا، لان انا بتحمل مرة واثنين وعشرة وعشرين. اوكي، والاقي الاخطاء نفسها هي بتتكرر. كلام بتكلم ما باخدش حد على مشامه، وبنبه وبقول، انما تقريبا ما حدش بيفهم غير لما هوب انا ابعد. خلاص، ببقى محافظة على العيش والملح، او محافظة على العشرة، او محافظة على حاجات حلوة بيني وبين الشخص. واخدين بالكم انتوا؟ حاجات حلوة بيني وبين الشخص. طبعا انا جبت الفراخ بعد ما تبلتها. الفراخ دي انا جايبها من سبينس، جايبها لي كل حتة بحجم، ملهاش علاقة ببعضها. تبلتها زيت زيتون، ملح، فلفل، كزبرة ناشفة، جوزة الطيب، شوية حبهان باودر، شوية زعتر، بابريكا. عموما ده برضو حسب الرغبة، يعني اللي انتوا عاوزينه. شوية صويا صوص،
شويه خل تفاح بس عشان تستوي بسرعه بقى كده تبقى حلوه، الانسجه تبقى حلوه، لان الصدر دايما معروف بيبقى مفتل شويه. بس فانا بقول لكم هفتكر الحلو كله، عشان بفتكر الحلو كله بعمل ايه بقى؟ م? ببعد في هدوء، مفيش حيلة عاتب، مفيش حيلة اقعد اناهد واناقش مع ناس صعب انها تفهم هم بيعملوا ايه. مش هيعترفوا بغلطهم، ولو اعترفوا كتير، ناس كتير بتعترف بغلطها قدامي، يقولوا لي لا احنا قصرنا، لا احنا مش عارف ايه، لا احنا ايه، لا احنا ايه، وانا افضل اقول اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح، لغايه ما خلاص بقى بعد كده برمي توبة اللي قدامي، توبته برميها. المصيبه بقى ان هم ما بيبقوش فاهمين ان انا بوصل لمرحله اني ما بزعلش خلاص. بس من فضلكم بقى كده حبه هوا، محدش يقرب، خلونا من بعيد لبعيد، هاي هاي، بس كده، من بعيد لبعيد. وهاي هاي دي عشان ايه؟ عشان الحاجات الحلوه. طيب غير كده انا مش ناقصه خوت الدماغ، انا ست مريضه وست سني كبر ومش عاوزه اوجع دماغي. انا بعمل اللي يريحني مش اللي هيريح اللي قدامي، ولا حد هيحرجني حتى بطريقته انه يخليني اعمل اللي انا مش عاوز اعمله. اوكي طيب، يلا بقى وانا بعمل الفراخ كده الدجاج، ندخل على الرز، على الارز بقى الجميل اللي عملته مفلفل ايه. مش قادره اقول لكم يا بنات طعم الاكل كان تحفه. طبعا عملت فويس اوفر علشان انا مش هقدر اطبخ واتكلم، عملتها المره اللي فاتت تعبت قوي قوي قوي. وهحاول كل ما اعمل اكلات خفيفه لطيفه ظريفه اديكوا افكار كده عشان تخلصوا لان رمضان طبعا مش معقوله طول رمضان هنعمل مشمر ومحمر، مش هيحصل ده. خلاص انا الاكله دي بالظبط اخدت مني ساعه، ساعه وربع، من ضمنهم كمان التحضير، يعني ما اخدتش مني حاجه ابدا. السمنه بقى حطيتها، هبتدي احط الرز المغسول ومتصفي واتساب شويه علشان يعني ايه ما يبقاش مبلول. اوكي بصوا كده اهو بفكه منه اهو، شايفينه فرفر ازاي. احطه بقى برضو عشان اتاكد ان الرطوبه اللي منه او اللي فيه هتطلع منه، وفرفره قبل ما ابتدي اسويه، يقوم يطلع الرز معاكو مفلفل وتحفه. اوكي عندي طولة بال شويه، بس لازم الحاجه تطلع مظبوطه، يعني ما نبقاش بنعمل اكل بسيط وكمان ما نكلفوش ونعمله بمزاج يعني. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده هفضل اقلب في الرز، قلبي يا اختي قلبي يا ولد، ماذا اقول على الجمال ده والله. طيب فبسوي الرز كده وبتاع، فارجوكم ما تشغلوش بالكم بيا ولا تشغلوا بالي بيكم. مفيش داعي توصلوني للمراحل دي يا جماعه، ومفيش داعي توصلوني لمراحل النفور اكتر من كده، بس عشان انا خلاص بيجي عليا وقت وبزهق. فارجوكم خدوا بالكم في التعامل معايا. بصوا انا بنبهكم ازاي، شفتوا انا جدعه ازاي. طيب مكعب فاين فودز طبعا هيتحط مع الرز. ده مكعب لحمه، مرقه لحمه فاين فودز. الفته بصراحه مذاق اللحمه في الطبيخ يعني بيبقى حلو، يعني بيبقى جميل. فانا حطيت مكعب فاين فودز لحمه. قولوا لي بقى مسلسلات ايه اللي انتوا تابعتوها؟ انا عن نفسي مش ملاحقه، مش فاهمه ليه السنه دي مش قادره على 5 مسلسلات، مش قادره 5 ومش قادره. بيفوتني بالحلقتين وبال3 من حلقه، من حلقه منهم، من قصدي من مسلسل منهم كده يعني. فانا رسيت معايا على اني بتفرج على العتاوله. اسمه ايه الباشا ده، اسمه ايه بتاع مصطفى شعبان، حكيم باشا، والعتاوله. وبتفرج على وليد سعد، مش فاكره مسلسله اسمه ايه. وبتفرج على اهو بحط الميه بقى من الكتل او البويلر على الرز. وهبتدي الرز بقى ايه، بصوا يا جماعه عشان البوتاجاز الكهرباء ده ليه تعامل خاص، انا ما بستناش لما يشرب تتشرب فيه الميه، لا، بياخد غلوتين، اسيح فيه بس شويه الملح، انا هستخدم هنا شويه ملح هيمالايا، واستخدم فيه وسيحت طبعا وانا بقلبه مكعب الفاين فودز في قلبه علشان ما تتكتلش معايا او تقعد في حته. معرفش يعني، جات لي دلوقتي مسج عملت صوت ما تاخدوش في بالكم الحقيقه ولا يهمكم اصلا. طيب وهحط بقى معلقه توم، معلقه ونص كده توم، ايوه اهي واحده معلقه، احط كمان نص معلقه. الرز بيبقى بالثوم طعمه خطير، العيش مش بالثوم خلاص، لكن عامله له صوص
صلصة بالثوم، اللي هي الصلصة اللي بالأعشاب والصلصة اللي بالبصل، هتشوفوا وأنا بعملها. أوكي. بس فأنا بتفرج على زي ما قلت لكم وليد سعد المسلسل بتاعه، وفي الخامس مش فاكرة إيه هو يا بنات، مش فاكرة. قولوا لي انتوا بتتفرجوا على مسلسلات ايه في الكومنتس. اوكي. طيب ما تنسوش اللايكات ها. الفيديوهات طبعا بعافية، ما فيش عليها مشاهدة كويسة، علشان كده اضطريت اعمل الفيديو ده بالطول. يمكن يجي لي ناس في المقترحات تيجي تتفرج على الفيديو بتاعي، هيكون الموضوع لطيف قوي. اوكي. لان انتوا مش مساعديني في المشاهدات ابدا، وأنا مش لازم اكون موجودة عشان ادعم يا جماعة يعني، لازم اكون فاتحه لايف وموجوده عشان يتحط لي الدعم. مش فاهمه كده الطريقه، مش عجباني يعني. اوكي. يعني كده ما اعملش فيديوهات وافضل على طول اطلع زي البتاعه كده قاعده ساعتين وثلاثه، مش عارفه، الموضوع غريب شويه. بس عموما برضو دي ترجع ليكوا، ودي حريه شخصيه، واعملوا اللي انتوا عاوزينه. بس انا بقى عاوز اقول لكم ان في كيفيه، كيفيه يعني ان في طريقه، مش في كيفيه. انا مش عارفه الكلام، مش مركزه. هنا بقى اهو الصلصة اهو. انا بقى حطيت، بصوا، انا عندي 9 درجات من السخونة في اي عين في عيون البوتاجاز عندي، ده الكهرباء. فبعمل ايه بقى؟ بنزل قبل ما تشرب ميتها، قبل ما الرز يشرب ميته، بنزله لدرجتين 2 بس، اللي هو كأني بوطي عليه. خلاص. وفعلا كده البوتاجاز بيوطى، فبياخد بقى راحته بقى. اخلي نص ساعة براحتي، لو سبته ساعة مش هيتحرق، ما بيتحرقش. فاجمل حاجه بقى ان انا بسويه كده على هادي، على هادي يا زبادي. حطيت الصلصه، وبعدين حطيت برده مكعب فاين فودز اللي هو ايه، لحمه. اوكي. وهزود شويه ميه، وهحط شويه توابل لصلصتي. بصراحه الموضوع تحفه يعني الحقيقه. طبعا التوم، شويه توم يمكن اكتر من اللي كانوا في الرز شويه، عشان الصلصه تبقى حلوه على وش الفته. تمام. تمام. أه فانا الفيديوهات المشاهده عليها مش عجباني، فعملت ده بالطول. قلت يمكن يعمل مشاهده افضل، عشان لو اتحط وسط الشورتس او الحاجات دي. وادعوا لي، ادعوا لي ان يجي لنا مشاهدين كتير، ويجي لنا والقناه تعلى كمان شويه، سنه سنه كده، احنا مش مستعجلين. وان ربنا يكتر الداعمين، عشان ما يبقاش كل الحمل ده اللي هو خل التفاح الاورجانيك. هحط منه شويه. انا كنت قلت لكم ووريتكم الازازه دي قبل كده، انا جايباها اللي هي ميد ان ايطالي، خل ايطالي عضوي. حطيت شويه خل مع الثوم. دلوقتي بقى احط شويه فلفل وكزبره وملح. اوبا، شايفين ميه اهي؟ ايوه. ابتدي احط بقى الفلفل والكزبره، وهتشوفوا بقى انا مورياكم كل حاجه في الشاشه. بس فما تنسوش تقولوا لي المسلسلات اللي بتتابعوها ايه في الكومنتس، وعرفوني الدنيا ازاي. ده بصل باودر حطيته معاها برضو، اهو الحاجه باينه اهي. الشاشة بتكون حلوة حتى لو بصور بطريقة سيلفي لما بعمل فيديو، لكن لما بتكون في اللايف بتطلع الأسماء ملخفنة، مش فاهمة ليه. ده الضحى، كزبرة، وهحط برضو فلفل أسود. بس كده. المهم أم هند، ما علينا. أتمنى رمضان يكون عدى عليكم حلو، وربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والحاجات الحلوة اللطيفة دي. شوية شطة كمان. وأنا بتمنى لكم كل شيء كويس حقيقي، من قلبي. خلاص. وادعوا لي انتوا بس ان القناة تعلى ان شاء الله، ونبتدي الفيديوهات تشتغل شوية عن كده، لان الفيديوهات بتريحني كتير من ان انا اقدر اظهر، وما تخلينيش اغيب كتير عنكم وعن قناتي. يمكن هنا انا مش باينة قوي في الفيديو، ولكن انتوا بتستأنسوا بصوتي، وحافظين مطبخي وحافظين حاجتي، فانتوا معايا يعني متابعين الدنيا، وصوتي معاكم برضو. وشكرا للي هيحط لايك، كومنت، اي حاجة، اي حاجة تدعم القناة. انا بقى جيت في الاخر اهو، حطيت طبق فتة ليا انا، من غير صلصة ومن غير اي حاجة ومن غير فراخ، لاني مش هقدر اكل ده كله. انا بعشق الفتة كده. ففرشت تحت شوية عيش، وبعدين حطيت الرز. يلا قولوا لي بون ابيتي، بون ابيتي. ويا حبيباتي، انا خلاص خلصت اكل، و
انتوا زي ما انتوا شايفين كده، ما قدرتش اكل لحوم، ما قدرتش اكل اي حاجه خالص. كل اللي عملته بس ان انا اكلت شويه فته كده وكفايه عليا. خلاص. حلو قوي الفلاتر في الفيديوهات بتظبط الدنيا. من حقكم تشوفوا حاجه كويسه يعني. يلا، اشوفكم على خير، و this is contest so have a great one، و الى لايف اخر، فيديو اخر، بريمير اخر. وما تزعلوش مني لو بتاخر، ظروف صحيه بس مش اكتر يعني. اوكي طيب. أم، يعني اقول لكم ايه، بيست اوف انا بتلخبط احيانا بس انا مش بيست اوف لاك. اوكي، وي اتو تلوغ، فتكم بعافيه. باي باي.